أنا نادر فودة. أنا الصحفي بجريدة عمق الحدث باب ما وراء الطبيعة. جيت علشان أكمل وعلشان أحكي وعلشان أبدأ الموضوع وأفكركم بالرسالة اللي وصلت لي المكتب واللي مكتوب فيها: أرجوك احضر في الوادي الجديد ستجد غايتك. والشنطة جهزت وسافرت، وفي طريقي قابلت جوهرة العرافة اللي قالت لي إن 2023 سنة صعبة جدا بالنسبة ليا، وإني هتعرض للقتل بعد ما خضت مغامرة رهيبة شفت فيها الجن بيحكم البشر وبيستعبدهم عن طريق ملك الجن دنجال الأسود. وبصعوبة خرجت من التجربة ووصلت الوادي الجديد أخيرا، لأني كنت رايح أصلا على هناك، ولقيت أب وأم كبار في السن واضح عليهم الحزن الشديد. الأب حكالي إن ليهم ابن اسمه وحيد ساب البيت بعد خناقة كبيرة مع الوالد واختفى فترة لحد ما جات لهم أخبار إنه عمل حادثة ومات فيها. وبيروح الأب يتعرف على الجثة في المشرحة، وهناك بيكتشف إنها مشوهة، لكنه بيستلم الجثة وبيتم دفنها. لكن بعد كل ده بيعيش الأب والأم في حالة من الرعب والفزع متعلقة بأحداث غامضة حوالين موت الابن. بيضطر بعدها الأب إنه يفتح مقبرة ابنه ويشوف الأهوال، ولما بيخرج بتزيد الأحداث المرعبة تصاعد أكثر وأكثر. وكل يوم بيلاقوا اتصال مرعب من تليفون من ابنهم الميت، لحد ما في يوم بيصحوا بالليل على صوت الباب بيخبط بالليل، ولما بيفتحوا بيلاقوا ابنهم رجع تاني. الأب والأم بيصابوا بحالة من الرعب والذهول، وبيتأكدوا أو بيعتقدوا إن اللي رجع ده هو الشيطان متجسد على هيئة ابنهم وحيد، لحد ما بيقرروا يدخلوه البيت. وهناك بيحكي قصة مختلفة تماما، ولكنها كانت إلى حد ما موزونة. كانت بتجيله كوابيس بشعة بتأمره بالرجوع للبيت لأنه كان مجرد إنه هربان. وبيتساءل الأب: أمال اللي اتدفن ده مين؟ وبيقرر الأب نقل الشخص الغريب اللي اتدفن لمقابر الصدقة، وبيجي 3 رجالة لنقل الجثمان، ولكن وهم رايحين ينقلوه عربية لوري بتخبطهم وبيموتوا. وبعدها بيقرر الحنوتي اللي كان الأساسي الموجود في المقابر واللي اسمه سليمان إنه ينزل بنفسه يطلع جثمان الغريب بمساعدة الأب ووحيد وابن الحنوتي كمان. لكن بيخرج بعد ما بيشوف حاجات مرعبة جدا، والجثة بتحذره من إنه يفكر ينقلها وإلا هيشوف العذاب. علشان كده بيقرر الجميع ان هم يسيبوا الجثة في مكانها وما ينقلوهاش لمقابر الصدقة. هل المشكلة والكوابيس انتهت؟ لا، ابو وحيد بتفضل الكوابيس تهاجمه يوميا، مرة من ابوه، مرة من اخواته المدفونين، مرة من عمامه، كلهم بيتعذبوا وبيترجوه يرحمهم من الضيف الغريب اللي دخل عليهم. وفي نفس الوقت وحيد بيشوف كابوس عبارة عن صوت بيطلب منه النزول للقبر علشان هو لازم ينقل جثة الغريب بنفسه، وانه لو نزل علشان يخرج الجثة ويرحم المعذبين كل حاجة هتنتهي. وطبعا الأب والأم بيرفضوا ده تماما. وبمجرد ما الأب والأم بيختموا كلامهم بيظهر ليا كنادر فودة طبعا وحيد اللي كان قاعد في اوضته بيسمع بس اللي بيحصل، لحد ما شاف الوقت المناسب انه يخرج يكمل كلامه. واكتشفت ان هو اللي بعت لي الجواب علشان ايه؟ علشان عاوزني انزل معاه المقبرة اللي كان مستنيني، علشان شايف ان انا اللي عندي القوة والامكانية ان انا انزل معاه. وزي ما قلت لكم وحيد طلب مني انزل معاه، ولكن الاب بيعترض وبيقول انه ما عندوش مشكلة بعدها تاني اني انزل، لكن بعد ما يجرب اخر حل هو توصل ليه، والحل ده اننا ننفذ طلبات شيخ عيلة البياضين. عاوزين تعرفوا كل التفاصيل؟ ما تنسوش تسمعوا نادر فودة الوادي الجديد 1 ونادر فودة الوادي الجديد 2. الوادي الجديد 1 عنوانها الجانبي رحلة مؤجلة، والوادي الجديد 2 عنوانها ضيف غريب، موجودة
على قناة أحمد يونس على يوتيوب AHMAD يونس YOUNESS، أو تقدروا كمان تسمعوها على فيسبوك، هي موجودة كاملة على الصفحة اللي بتحمل القصص كاملة، صفحة أحمد يونس بالإي AHMED YOUNES. الصفحة دي معمولة بس للرعب، صفحة تانية غير الصفحة الرسمية يا ريت تنضموا ليها AHMED يونس YOUNES. هتلاقي الصفحة موجودة وفيها حوالي 217 ألف مشترك، وبنرفع برضو عليها قصص الرعب كاملة. رجع الأب يكمل كلامه وقال: أنا أصلا يا أستاذ نادر ما كنتش أعرف شيخ عيلة البياضين ولا عمري سمعت عنه، لكن سليمان الحنوتي اقترح عليا نروح لشيخ من عيلة البياضين، ودول هم الناس اللي بيقروا قدام التراب. بالمناسبة كلام كتير دار ما بيني وما بين سليمان الحنوتي، انتهى في الآخر إني وافقت يا أستاذ نادر، وكان الاتفاق إن سليمان الحنوتي هيجي معايا ونروح للشيخ اللي ساكن في قرية تانية بعيدة عن قريتنا بيجي ساعة. أيوة ساعة. سليمان تاني يوم اعتذر وقال إنه وراه جنازة وغسل ميت ومش هيعرف يجي، وعشان كده خدت بعضي ورحت هناك لوحدي. ركبت المواصلات ووصلت هناك، كان بعد صلاة العشاء، مفيش وقت، البلد والقرية فاضية هادية. فضلت ألف في الشوارع ومش عارف مكان بيت شيخ عيلة البياضين فين، لحد ما شفت راجل ماشي، ناديت عليه وسألته: يا حاج فين بيت شيخ عيلة البياضين؟ رد عليا وقال لي إن شكلي مش من البلد، لأن محدش في البلد ما يعرفش بيت مولانا شيخ عيلة البياضين. قلت له: أنا فعلا مش من البلد وجاي للشيخ في مسألة مهمة قوي. وصف لي يا أستاذ نادر الراجل بيت الشيخ، ومشيت على الوصف لحد ما وصلت. البيت كان جنب التراب عندهم، هو مش بس جنب التراب، لا البيت الوحيد اللي في الحتة دي أقدر أقولك يعني. خبطت على باب البيت واستنيت شوية والباب اتفتح بالراحة. اللي فتح لي كان شاب صغير لابس جلابية بيضة ودقنه سودة وشكله طيب، وماسك في ايده مصحف. شرحت له انا جاي ليه، هز راسه ومن غير كلمة شاور لي على باب اوضة جوه البيت. البيت من جوه مضلم، مفهوش كهرباء، متعلق كام لمبة جاز كده في الاركان، مجرد يعني بيدوا ضوء بسيط يا أستاذ نادر عشان الواحد يشوف خطوته. الشاب خبط على باب الأوضة وفضل واقف ورا الباب. وبعد كده دخل وقفل الباب وراه. عدى دقيقتين والباب اتفتح والواد شاور لي علشان أدخل. دخلت، خرج هو وقفل وراه الباب. الأوضة كانت واسعة، وفي وسط الأوضة شعلة نار ومبخرة، وراها كان قاعد شيخ البياضين ده. أقدر أقولك إنه راجل في الستينات، شعره من تحت الطاقية أبيض واخد لون الحنة، ودقنه برضه بيضة وكأنها متحنية، وليه كأنها، ما الحقيقة إنها متحنية، وطويلة نازلة على صدره كله. نحيف، لابس جلابية بيضة، ماسك في إيده سبحة. كان قاعد على كرسي وقصاد منه المبخرة الكبيرة مليانة فحم مولع، والدخان اللي خارج منها غامق. رحب بيا وقعدت وحكيت له كل حاجة يا أستاذ نادر بالتفصيل زي ما هو طلب الحقيقة. وكل ما أحكي كان يضايق عينيه، ولما خلصت قال لي إن الروح اللي موجودة في التربة مش مرتاحة لأنها غريبة، زي ما تكون كده خدت حد وأجبرته يعيش في وسط ناس ما يعرفهمش، لا هو مبسوط ولا هم مبسوطين. قلت له: طب ما هو مش عاوز نطلعه. رد عليا يا أستاذ نادر وقال لي إن هو مش عارف برضه لو خرج هيروح فين، فما عندوش حاجة يعملها غير إنه عمال يبهدل في الميتين والعايشين. والحل يا شيخ، الحل أكيد لازم نلاقي حل، أرجوك أنا جاي لك على أمل إن أنا ألاقي عندك حل نرحم بيه اللي جوه التربة من العذاب وإحنا كمان. الحل إن إحنا نعودها على المكان يا أستاذنا. هنعمل مقرأة 3 ليالي متواصلة قدام التربة، ولازم انت ومراتك وابنك والحنوتي يكونوا موجودين، وهجيب معايا 2 مقرئين، وهنكون كل ليلة من الساعة 12:30 بنبتدي.
وخرجت يا أستاذ نادر من عند الشيخ وأنا ناوي أعمل ده، لكني اكتشفت إن وحيد ابني بعتلك الرسالة والجواب. وزي ما بقولك يا أستاذ نادر، أنا مستعد وموافق إنك تنزل، وحتى هو ينزل معاك، بس الأول نجرب الحل بتاع الشيخ البياضين. مولانا اللي قال يمكن تتعود روح الميت على المكان، ولا هو ينزل ولا انت تنزل. الحكاية ان احنا الشيخ البياضين هيعمل المقرأة 3 ليالي متواصلة قدام التربة، وهنحضرها كلنا، انا ومراتي ووحيد وسليمان الحنوتي. ولو فشل الحل ده والله لوافق انكم تنزلوا. قلت ايه يا استاذ نادر؟ هقول ايه؟ انا موافق، حاضر اللي حضرتك تؤمر بيه، بس انا عايز احضر معاكم. لا طبعا، تيجي معانا بمناسبة ايه؟ هو ما جابش سيرة ان حد غريب يبقى موجود. خليك في البيت هنا، واحنا لما نرجع هنحكي لك اللي حصل. كفاية تدخل في اللي مالكش فيه بقى يا استاذ نادر. انت يعني هتقدر تعمل اللي الشيخ مش هيقدر يعمله يعني ولا ايه؟ انا برضو مش فاهم وجودي هيضايقكم في ايه. انا برضو عايز اسألك، انت كل حاجة ليا مضايقاك؟ ما انتوا اللي بعتولي. انت مش واخد بال حضرتك ان انتوا اللي بعتولي تجيبوني؟ ارجوك سيبني ابقى موجود. في الوقت ده اتدخل وحيد وطلب من والده وقال له خلاص هيجي معانا، وانا مصمم على ده، واكد له ان انا ليا خبرتي في المجال ده ووجودي مهم. ماشي، لما نشوف سنادر هيعمل ايه. يا ريت بقى لو شاف حاجة تخوف ما يطلعش يجري زي العيال الصغيرة ولا زي الحريم. حضرتك مصمم تقلل مني بأي طريقة، مع ان انا ما بقدرش مني اي حاجة فيها اي اهانة ليكم. انا محترم سنك ومحترم حاجات كتير ومحترم المشكلة اللي انتوا فيها. وحيد طبطب على كتفي وطلب مني ان انا اسكت وان انا امسحها فيه المرة دي، فسكت. القعدة خلصت وانا لميت جهاز التسجيل وكل حاجتي ودخلت الأوضة اللي هبات فيها علشان انام وارتاح. قعدت على السرير وبدأت اشغل شريط الكاسيت اللي سجلته واسمع مقتطفات وادون ملاحظات، لحد ما بدأت اسأل نفسي هو الراجل ده بيقلل مني ليه كده؟ ولا انا بيتهيألي؟ انا لو في موقف تاني هاخد بعضي وامشي، ما انا ممكن اكتب اللي حصل ده وخلاص، ومش لازم القصة يكون ليها نهاية اكتر من كده وخلاص، والنهاية ان هم سابوا الجثة في التربة وخلاص. في عز تفكيري نمت قد ايه معرفش، لكن كالعادة لازم لما انام مصحاش زي ما البني ادمين الطبيعيين بيصحوا. انا صحيت لقيت الأوضة ضلمة تماما وصمت وسكون غريب. أخدت كام ثانية بحاول استوعب أنا فين. أخدت كام ثانية لحد ما فهمت أنا صحيت أصلا ليه. وسمعت صوت زي صوت سنان بتخبط في بعضها. هي عمرها هتعدي على خير، ما انا كنت مستني ده يحصل لما اروح التراب. مديت ايديا لزرار النور اللي جنبي، حاولت انور النور بس مفيش حاجة حصلت. ضغطت على الزرار، النور قاطع. الصوت عالي، صوت خبط السنان في بعضها. مديت ايديا للكومودينو اللي جنب السرير، مسكت موبايلي وفتحت الكشاف وحركته في الأوضة كلها. مفيش اي حاجة، لكن صوت خبط السنان موجود وبتنقل، تحسه شوية يجي في ودني اليمين وشوية يجي في ودني الشمال. بس بالمناسبة الصوت جاي من فوقي. وجهت الكشاف فوق لبطء، شفت شخص متعلق في السقف. حرفيا زي ما يكون قاعد، لا مش زي، هو قاعد وكأنه كل قوانين الجاذبية ما بتطبقش عليه.
وعمال يحرك سنانه ويخبطها في بعض. أما ملامح وشه هي نفس ملامح وحيد، ولكنها ملامح شيطانية مخيفة مرعبة. فضلت مكاني ما بعملش أي حركة علشان أقرر إيه الخطوة الجاية اللي هعملها. وضيف لده إن مفيش ولا عضلة في جسمي بتتحرك، لأن أنا حسيت بشلل بيسيطر عليا. أما الكائن أو نسخة وحيد اللي متعلقة في السقف بتبصلي وعينيها مليانة شر وغل. وبدأ يزحف على السقف زي الحيوانات عادي جدا، ونزل على الجدار ومشي على الأرض وطلع على السرير جنبي. حسيت بحرارة شديدة، نار من جسمه. لمس كتفي بإيده، ومع لمسته حسيت بالجحيم. صرخت من الألم مش من الخوف، صرخة ألم رهيبة. ومع الصرخة الباب اتفتح ودخل وحيد وأبوه. كنت عرقان بتنفض. أما عن الكائن فاختفى. أما عن أبو وحيد الإنسان المستفز فكان بيضحك وبيقول لابنه أنت بدأت؟ ده احنا لسه ما رحناش. امال لما يروح هيعمل ايه يا ابني ده المشاهير دول كده، زي اللي يجي في الفيلم ويحكي ويضرب لك مليون حد، ولو انت نفخت فيه يقع. كمل نوم يا أستاذ نادر. قال الكلمتين دول وخرج، حتى ما ردتش عليه. أما وحيد فقرب مني واعتذر لي وقال لي أنا آسف على طريقة أبويا. حضرتك كويس؟ أنا تمام. روح يا وحيد كمل نومك، ما تقلقش عليا، أنا كويس عادي. بس ده دليل على إن المشوار اللي احنا رايحينه ده هيحصل فيه حاجة كبيرة يا وحيد. مفيش حاجة زي كده بتحصل من فراغ. اخرج يا وحيد. خرج وحيد وأنا قمت من مكاني والألم في كتفي صعب جدا. لاحظت حاجة غريبة على كتفي، خربشة واخدة شكل حروف عربي مقلوبة، معرفتش أفهمها. جبت مراية ووجهتها عليها وطلع شبيهة لحرف. تاني يوم الساعة 12:30 بالليل اتجمعنا كلنا قدام التربة. كنت أنا موجود ووحيد وأبوه سليمان الحنوتي وشيخ البياضين و2 تانيين معاه. اتكلمت معاهم شوية وحسيت ان الشيخ كان معترض هو كمان على وجودي، لكن في النهاية وافق ان انا افضل موجود بشرط ان انا منطقش ومهما يحصل ما اتحركش. وافقت، وخصوصا ان اهم حاجة عندي الفضول اللي عندي ان انا راقب اللي هيحصل واشوف ايه نهاية كل ده. وعلى فكرة انا عايز الموضوع ينتهي، انا مش حابب يعني ان انا انزل التراب، انا مش غاوي، ما كفاية اللي نزلته قبل كده بدل المرة 20 و30. بأكد لكم ان في حاجة غريبة هتحصل، في حاجة مش مريحاني في القعدة دي هتحصل. وقف شيخ البياضين وسطنا، غمض عينيه وبدأ يقرأ. في الأول قرأ المعوذتين وآية الكرسي بصوت واطي، ولما خلص رجع يقرأ بصوت عالي ومرتفع آيات كتير من القرآن ومن سور مختلفة، والاتنين اللي معاه كانوا واقفين جنب منه وبيرددوا وراه كل اللي بيقراه. لحد دلوقتي عادي، والموضوع زي ما بتجيب معالج ويفضل يقرأ عند قبر ميت أو حد قارئ يقرأ عند قبر ميت. لكن
مش عادي. كمية الصراخات اللي انطلقت فجأة من التربة، أصوات مش ممكن تكون بني آدمين، أصوات مخيفة رهيبة جاية من قلب الجحيم. ولاحظت على النور الخافت اللي موجود ظلام بيزحف على جدران التربة. أما شيخ البياضين فعمال يقرأ واللي معاه يردوا وراه: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا. هوا سخن هب على المكان وهجم علينا كلنا. الشيخ قال: يا حفيظ يا رب، يا حفيظ يا رب. أما أبو وحيد بصلي وقال لي: انت نزيل شؤم، انت نزيل شؤم. هو حضرتك ما عندكش حد غيري؟ ما تشوف اللي بيحصل، ما تركزش معايا. شيخ البياضين شاور لنا احنا الاتنين ان احنا نسكت، ورجع يقرا تاني: بسم الله الرحمن الرحيم، سنفرغ لكم أيها الثقلان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. كنت حاسس بحاجة بتمسك في رجليا من تحت وبتشدني. جمدت قلبي وفضلت ثابت مكاني. ما هي أولا دي مش أول مرة، وثانيا أنا مش عايز وش ورغي من أبو وحيد. ناهيكم عن الهمس اللي عمال أسمعه في وداني. أنا اللحظة حسيت إني زي ما أكون اتنقلت المكان تاني، أو المكان اتغير شوية. أنا كنت واقف في المقابر وكانت الدنيا ليل، لكن تخيلت إن أنا شفت راجل مغطي جسمه بالكامل بعباية سودة ومش باين منه حاجة، حتى وشه مش باين، وعمال يبص علينا من بعيد وكأنه بيراقبنا. فجأة بدأ شيخ البياضين والاتنين اللي معاه يسكتوا. بصيت لهم هما الاتنين، لقيت كل واحد فيهم عينيه برقت على الآخر، مش تبريئة خوف، تبريئة خنقة، كأنهم بيتخنقوا وهم بيقروا. وبعدين التلاتة صوتهم راح ووشهم بدأ يزرق وينزف، وكل ما يمسحوا الدم من على وشوشهم يزيد أكتر وأكتر وأكتر. أبو وحيد مسك ابنه وكان عايز يحميه وحاول يبعده عن المكان، لكن وحيد فضل واقف وماسك ومتشبث في المكان كأنه مش عايز يمشي. وبعدين الاتنين اللي مع شيخ البياضين صرخوا وبدأوا يقطعوا هدومهم وبدأوا يشدوا في شعرهم ويقطعوه كأنهم اتجننوا. وطلعوا يجروا، هربوا من المكان. كل ده بيحصل وانا برضو واقف براقب الموقف وبقرا في سري الأذكار وبحاول أسيطر على أعصابي. لكن الهمس اتغير بعد ما كان بينادي باسمي وقال لي:
بصيت حواليا مفيش حد بيتكلم. رجع الصوت يقول لي انت لها وحدك، انت نادر فوق ده. مين اللي بيتكلم معرفش، انا مش شايف حد. وفي نفس الوقت شيخ البياضين بيحاول يكمل قراية، بس العجيب انه كان بيحرك شفايفه ومفيش صوت خارج منه. الخوف والرعب ظهروا على ملامحه، وتدريجيا بدأ جسمه يتنفض وكأنه بيتخنق وهو بيقاوم وبيحاول يتنفس. وبدأ يقطع في هدومه تاني زيهم، ويشد في شعره زي المجانين اللي قبله، وفضل يقوم ويترمي في الأرض، وكل ما يتشال من على الأرض يترمي في حتة أبعد وأبعد وأبعد، لحد تقريبا ما بدأ يخرج من المقابر. سليمان الحنوتي من أول الموضوع كان واقف يترعش وحاطط إيده على بقه، لكن نطق في الآخر وقال: ما هوني مش هستنى يحصل لي زيهم، مش هستنى. وجري بسرعة ورا الشيخ وهرب، والكل بدأ يجري في كل اتجاه، ولقيتني أنا كمان بجري معاهم لحد ما وصلنا لبوابة التراب. الكل بيقول يلا نفسي وبيحاول يخرج بأي طريقة. رجعت البيت مع وحيد وأبوه بعد الجحيم اللي حصل. طول الطريق محدش فينا بيتكلم ولا بينطق. نظرات أبوه ليا نظرات عتاب ولوم، كأن أنا السبب في أي حاجة من اللي حصلت. وصلنا البيت لقينا أم وحيد اللي رفضت أصلا تكون موجودة معانا، واستغربت وقالت لنا مالكم، إيه اللي حصل؟ أبو وحيد بصلها وقال لها: خلي الصحفي المحترم يحكي لك يا حاجة، أنا تعبان عايز أنام واستريح، كفاية قوي إن هو السبب. هو إيه اللي أنا السبب؟ هو إيه؟ هو كل حاجة أنا السبب فيها؟ هو حضرتك فاكرني ابنك مثلا؟ على فكرة أنا ساكت لك من بدري. مرة تانية أنا هبتدي أرد وأعرف أرد كويس جدا. أنا همشي، أنا بجد زهقت. وبعدين شيخ البياضين ده كان اقتراح مين؟ وطلب مين؟ أكونش أنا اللي جايبه معايا في جيبي وأنا جاي ولا إيه؟ أنت السبب، أنت وجودك اللي عمل الأزمة. ما أنا قلت من الأول إن أنت ما تكونش موجود. بوظت الليلة، واديك شفت بعينك الشيخ أول ما قرا حصل له إيه. الشياطين وعفاريت الدنيا كلها حضرت. أنت عايزني أخلي ابني ينزل التربة معاك يا ملعون، وينزل بقى وما يطلعش تاني. بس خليك فاكر على فكرة إنك قلت إن لو موضوع الشيخ البياضين ما نفعش هتسيبنا ننزل. فاكر، بس لما ابقى اشوف شيخ البياضين حصل له ايه ونعرف هيكمل ولا ايه. فضلنا نتجادل كتير، ولما بقى ابو وحيد لقى مفيش من الكلام فايدة، خد بعضه ودخل اوضته وقفل على نفسه الباب، والليلة عدت على كده. رحت انا كمان دخلت الاوضه المخصصه ليا وفضلت قاعد على السرير صاحي ما بتحركش طول الليل. دماغي عماله تودي وتجيب، حاجه بتقول لي قوم امشي، ومليون حاجه تانية بتقول لي الحل عندك، وانتوا عارفين المرض اللي عندي. حتى لو فيها موتي انا ما بعرفش اسيب ارض المعركه واجري. تاني يوم الصبح لقيت وحيد بيفتح عليا باب الأوضة ومبتسم وبيقول لي إنه كان عارف إني مش هنام وهفضل أفكر طول الليل. طلب مني نفطر ونروح لشيخ البياضين ونشوف. فطرت، وكانوا هم قاعدين ومحدش فينا شبه يعني زي ما عارفين كده يقولك أكل فض مجالس، محدش ليه نفس للأكل. خدت كوباية الشاي وقمنا بسرعة. رحت أنا ووحيد لشيخ عيلة البياضين علشان نطمن عليه.
والدة وحيد صممت إنها هتيجي معانا، وأبوه ولا عبرنا. ركبت أنا ووحيد وأمه عربية أجرة وفضلنا طول الطريق ساكتين ما بننطقش. وصلنا بيت شيخ البياضين وخبطنا على الباب وفتح لنا شاب صغير لابس جلابية بيضة. دخل الشاب علشان ياخد الإذن من الشيخ وخرج وقال لنا: الشيخ أذن لكم كلكم، بس أم وحيد تستنى هنا. أم وحيد كانت عاوزة تدخل لأنها خايفة على ابنها وعايزة تطمن عليه، وخصوصا بعد اللي اتحكى لها عن ليلة امبارح. لكن وحيد قال لها: خلاص يا أمي، أكيد في سبب إن الشيخ مش عاوزك تدخلي. أنا هدخل أنا وأستاذ نادر، وإنتي استني هنا، ما تقلقيش، أهو مش هيحصل لنا حاجة عند الشيخ جوه أكيد. وفعلا أم وحيد قعدت بره ودخلت أنا ووحيد. أول ما دخلت عرفت السبب، إن الشيخ رفض إنها تدخل. الشيخ كان رابط وشه من نزيف امبارح وحالته حقيقي كرب، وكان نايم على السرير وواضح جدا إنه بيتألم. شاور لنا علشان نقعد، وبعدين اتكلم بصوت تعبان وقال: ليلة امبارح أول مرة أشوف في حياتي اللي حصل. أنا مش مصدق إن أنا لسه عايش بعد اللي حصل. طيب أنا عاوز أعرف من حضرتك إيه اللي حصل. أنا من شغلي وخبرتي متأكد إنك كنت شايف حاجات إحنا مش شايفينها. وبعدين حضرتك كنت بتقرأ قرآن، يعني إزاي إنك شيخ وهم القرآن ما يأثرش فيهم؟ أنا مش قصدي والله أقلل من حضرتك ولا أقلل من قيمة كتاب ربنا خالص، استغفر الله. بص يا ابني، أنا أول لما بدأت أقرأ حسيت بسخونة في راسي، وبعدين حصل لي حاجة زي ما كنت اتخطفت. لقيت نفسي في مكان زي بيت قديم في قرية، بيت ضلمة حيطانه سودا وعليها رؤوس قطط وكلاب، وفي وسط الأوضة موقد فحم والنار مولعة فيه، كانت هي مصدر الضوء الأساسي. في راجل واقف ومشمر ايديه الاتنين، الاتنين مكتوب عليهم كلام وحروف مش مفهومة أول مرة أشوفها، ومالية ايديه لحد فوق. اتحرك فجأة بسرعة وبصلي، أقسم لك أنا ما كانش بيتهيألي. عينيه كانت سودة ما فيهاش نقطة بيضة في النني، كأنني كله ماليها. واتكلم وقال لي إن أنا انفد بجلدي، قال لي انفد بجلدك بدل ما اسلخهولك. فضلت استعيذ بالله من الشيطان الرجيم وزعقت فيه. جيت ارجع لورا لقيت حد واقف ورايا، اتلفت ورايا شفت واحدة ست شكلها وحش يا ابني، شعرها ابيض ومنكوشة وعينيها سودة ما فيهاش برضو اثر للبياض، سنانها مكسرة لابسة اسود في اسود وظهرها محني، وقالت لي: اسمع كلام، اسمع كلام. وفتحت بقها على الآخر، فتحته قوي، وخرج من بقها حاجة غريبة شبه السحلية طويلة زي التعبان. اتفزعت ولسه هتحرك للناحية التانية علشان أهرب، لقيت الراجل صرخ وحرك ايده، ظهرت وطويط كبيرة مخيفة هجمت عليا وفضلت تنهش في لحمتي ووشي وتلزق فيه، وانا احاول ابعدها واشيلها من على وشي، وكل ما اشيل وطوط من دول الاقي جلد وشي بيتسلخ معاه والدم ينزف ويسيل. اتجننت بالخوف والرعب والألم، وفجأة زي ما يكون اترفعت لحد ما اترزعت في الأرض، وسمعت حاجة بتهمس في ودني وبتقول لي: انفد بجلدك، انفد بجلدك بدل ما اسلخهولك، انفد بجلدك بدل ما اسلخهولك. حسيت بحرارة يا ابني شديدة جاية من كل مكان، ضربت في جسمي كلاته، وعينيا سخنت وحسيت انها هتولع، ألم شديد في عينيا، صرخت وفضلت ازعق واصرخ وارفص،
ولقيتني رجعت التراب عندكم تاني. ما كانش قدامي غير إن أهرب، لأن اللي شفته ده أكبر مني بكتير، رهيب. أول مرة في حياتي أقابل حاجة زي كده. شر كبير، شر كبير يا ابني، والبعد عنه غنيمة. أنا آسف يا وحيد يا ابني، أنا آسف يا أستاذ نادر. أنا راجل كبير في السن، مش قادر. الموضوع عايز حد صحته شديدة، لازم مع الإيمان يكون في صحة إن أنا أقدر أقاوم العالم دي. سامحوني. شيخ البياضين سكت بعد لما كلامه انتهى، واعتذر خلاص رسمي عن إتمام الموضوع، وإن مش حد معين ولا أي حد هيقدر يقف قدام اللعنة دي غير حد عنده المزيج ما بين قوة الإيمان وقوة البنيان. وهو بس عنده قوة الإيمان لكن ضعيف جسمانيا، وزي ما وضح إنه محتاج حد صحته تتحمل وتقاوم. وحيد قال له: طب والغريب يا شيخ اللي في التربة والأموات اللي بيتعذبوا هناك، هنعمل فيهم ايه؟ سيبوا الغريب، سيبوه في التربة، ما تقربوش منه، وطلعوا انتوا عضلكم بره هنا. وبمجرد ما قال كده دخل الشاب اللي لابس جلابية بيضة وطلب منا ان احنا نخرج لان الشيخ تعبان، واننا ننفذ اللي قال عليه، وبيوجه لنا لوم ان اللي حصل لنا الشيخ ده كان بسببنا. خرجنا من عند شيخ البياضين وخدنا ام وحيد وحكينا لها، ولما روحنا حكينا لابوه اللي حصل. والراجل زي ما يكون بيني وبينه طار، نفس الاتهامات، اني نذير شؤم، واني ملعون، واني نحس، وان لولا ابنه ما كانش هيطوع اصلا في وجودي اصلا في البيت. وقال انه هيكلم سليمان الحنوتي ينقل العظم بتاع الميتين، يا يوديه العضامة يوديه اي تراب تانية. واتصل وطلب من سليمان الحنوتي يعمل ده. قلت اروح معاهم واساعدهم في نقل العظم والميتين. وصلت التراب انا وابو وحيد وسليمان الحنوتي، وكان معانا 3 رجالة كمان. ربع ساعة وكنا واقفين قدام التربة اياها. ابو وحيد فتح القفل، شفت سواد، مفيش اي حاجة باينة من جوه يا جماعة، بجد ضلمة، حتى النور مفيش اي حاجة متسربة جوه. لقيت سليمان الحنوتي بيتحرك بمنتهى الثقة والثبات، ودخل جوه القبر واختفى في الضلمة. 5 دقايق ولقيته خارج من القبر وبيقول ان القبر فاضي ما فيهوش ولا جثة. ابو وحيد زعق فيه وقال له: ايه اللي بتقوله يا مجنون انت ده؟ جثث ايه اللي مش موجودة؟ ايوه زي ما سمعتني كده، القبر فاضي ما فيهوش جثث بني ادمين خالص، موجود كمية وطويط كتيرة جدا، وطويط ميتة. التربة جوه تربة خفافيش، تربة خفافيش يا عم الحاج، والعظم والجثث نفسها مش موجودة، ملهاش اي اثر. رجعنا كلنا بعد ما قفلنا التربة تاني. رجعنا وانا ما عنديش غير التفكير، وبقول طب ايه اللي بيحصل؟ انا مش مستوعب لحد دلوقتي ايه اللي حصل. انا متعود على الالغاز والغموض، عادي، ايه المشكلة؟ والمواضيع مش جديدة، يبقى لازم اهدى شوية وارتب افكاري. انا شفت اسوأ من كده بكتير. انا عمري ما هنسى عمارة الفزع، عمري لحد دلوقتي ما بنسى إيفون. وبالمناسبة اللي طلبوا مني إعادة عمارة الفزع، احنا بنعمل لها رؤية جديدة تاني وهتسمعوها قريب. أرجع تاني وأقول لكم أنا بحاول أربط الخيوط كلها ببعضها، وفضلت أكتب 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 وراجع الأحداث من البداية، وقاعد مش عارف أنام.
فتحت باب البلكونة وقعدت فيها وغلبني النوم في البلكونة. وأول ما الفجر بدأ يطلع صحيت على خبط باب الأوضة. قمت بسرعة فتحت، لقيت أبو وحيد. أيوة، اللي بيحبني بيموت فيا يا جماعة. نمت كويس؟ نمت كويس يا أبو وحيد، خير. لقيته دخل وقعد جنب مني وقال لي: بس أنا معرفتش أنام يا نادر، طول الوقت عمال أحلم بكوابيس مرعبة. حلمت بكابوس، شفت نفسي في مكان زي بيت قديم في قرية. البيت ضلمة، حيطانه سودا وعليها رؤوس قطط وكلاب، نفس البيت اللي حكى عنه شيخ البياضين. ريحة البيت وحشة قوي يا أستاذ نادر. فضلت أمشي في البيت، لقيت الريحة الوحشة بتزيد. فضلت أمشي ورا الريحة لحد ما وصلت عند أوضة مقفولة. فتحتها، وأول ما فتحتها كانت كل الريحة كأنها محبوسة جواها ورا الباب. وفي وسط الأوضة شفت موقد فحم والنار مولعة، وسمعت صوت زي صوت حد بيستغيث. لقيت واحد واقف في الضلمة، عجوز عريان وحاطط كفن مطرب على كتفه. جسمه كان نحيل يا أستاذ نادر، ووشه كان متحلل، دود ماشي على جسمه وعينين برقة وجحظة لبره، شعره أبيض واقع من كذا حتة. وتحس إن اللي تحت شعر ده مش جلد، ده عظم الجمجمة نفسها. كان واقف يبصلي. عارف مين يا أستاذ نادر؟ ده جدي، جد الله يرحمه. وبعدين ظهر أبويا واقف بالكفن بتاعه ملفوف حوالين جسمه حاجة زي سلسلة كبيرة شكلها غريب، وفي آخر السلسلة في حاجة زي نجمة. ملحقتش أشوف التفاصيل. وبعدها بشوية ظهر الأموات اللي كانوا كلهم مدفونين في التربة، كلهم بجتاتهم وكفانهم، والعظم طالع من جتاتهم، وكلهم عمالين يقولوا الحقنا الحقنا. أنا فضلت يا نادر أرجع بظهري من الخوف، وهم كلهم عمالين يقربوا مني ومدين إيديهم ناحيتي. كانوا بيتحركوا ناحيتي حركة ملخبطة، كأن رجلهم مكسرة. قلبي كان هيقف. أنا بحاول أجري مش قادر، بحاول أصرخ مش قادر. وفي وسط ده كله كان وسطهم راجل ضخم، واقف وراهم وعمال يحرك ايديه. كان يحرك ايديه يمين، يتحركوا يمين ويتخبطوا في بعض، يحرك ايديه شمال، يتخبطوا في بعض ويتحركوا شمال. ودخلت وطويت كتيرة، دخلت وهجمت على قرايبي أبويا وعمامي وكل الميتين، وفضلت تقطع فيهم وتكسر في عظمهم، وهم يصرخوا ويقعوا على الأرض، والوطويت تاكل فيهم وتقطع من غير رحمة أو شفقة. أما أنا واقف مش قادر أعمل أياتها حاجة، عايز أصرخ أتكلم، لساني معقود، رجلي مشلولة. عذابي كله في إني بشوف اللي بيحصل. وبدأت أحس بوجع في كل جسمي، وجع شديد في مشهد صعب، والراجل الغريب واقف يتحكم في كل اللي بيحصل. كان مبسوط، شايف سنانه بتلمع في الضلمة، بيبتسم. تقدر تفسر لي ده ايه؟ بدل ما انت كل ما تتكلم تقول لي ان انا مش طايقك، انا مش طايق نفسي ولا طايق الدنيا، وانا حاسس ان كل حاجة بتخرب. حلها لي وانا هعتذر لك قدام الناس كلها لو انت شايلني على دماغك وزعق قوي كده يا استاذ نادر. حلها لي. انا خايف على مراتي وخايف على ابني وخايف على نفسي
والأموات ملهمش ذنب يتعذبوا هم كمان. حلها لي بالله عليك، حلها لي. كانت أول مرة أشوفه في حالة الضعف الفظيعة دي. لقيتني بطبطب عليه وبقول له اطمن يا عم الحاج، كل مشكلة وليها حل. صدقني مهما الجن ومهما الأبلسة زادوا وساقوا فيها، الموضوع بينتهي بحاجة من اتنين: يا بغرض هم عايزين يحققوه وبيوصلوا ليه وخلاص يغوروا بعدها، يا بإننا نقدر ننتصر في المعركة دي أو حتى في الجولة دي. أنا خلاص قررت يا أبو وحيد. قررت إيه؟ هتعمل إيه؟ أنا هنزل التربة يا أبو وحيد. ما عنديش حلول تاني، والأسباب كتيرة جدا، منها أنت تعرفه ومنها أنا بس اللي أعرفه. كانت الساعة 12 بالليل لما وصلت أنا ووحيد التراب. اخترنا الميعاد ده مخصوص عشان نتأكد إن مفيش حد من البلد هيجي ويسأل إحنا بنعمل ده هنا ليه. كان معايا شنطة صغيرة فيها كشاف ومية وجهاز تسجيل. خرجت مفتاح التربة اللي أخدته من أبو وحيد وفتحت بالراحة وأنا عمال أقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. قد إيه الدعاء ده يهز الجسم ويهز الكيان، وانت بتقر وبتعترف ان مهما الدنيا لفت بيك وانت ملكت زمام الدنيا في ايديك، انك بتقول انا راجع، ايوه جاي، ايوه هاجي هنا. وكأن هو ده الاصل وهو ده المكان والقرار. اول ما فتحت باب القبر ريحة بشعة هبت من جوه. وقفت شوية بحاول اتمالك نفسي، ولكن ما باليد حيلة. مديت رجلي ودخلت، ودخل ورايا وحيد. قفلت الباب الحديد شوية وسبت فتحة بسيطة علشان الهواء. نورت الكشاف جوه. للبعض ممكن تكون مفاجأة، لكن ليا مش مفاجأة خالص. إن كل الجثامين موجودة والأكفان سليمة، ولا في وطويط ولا خفافيش، كل حاجة في مكانها. الجثث في الأكفان والعظم موجود، والمقبرة ما فيهاش أي حاجة غريبة. هي مقبرة بس كل حاجة اتحكت من سليمان الحنوتي ووالد وحيد مش موجودة. بصيت على جثة الغريب، عرفتها مباشرة لأن الكفن بتاعها كان جديد غير باقي الأكفان اللي كانت قديمة. عندي فضول أعرف ملامح الميت اللي شقلب الدنيا كلها ده. قربت من الكفن وبدأت أكشف وشه، ووحيد كان عامل زي الطفل الصغير اللي مستخبي ورايا. كنت حاسس إن أنا في مسرح، وكل الأموات بتتفرج على البطل اللي هو أنا، وهو بيكشف عن جثة الغريب. كشفت جثته، عينيه كانت مفتحة، أو أقدر أقول لكم مبرقة. ومش محتاج انت لو شفت حد بيبرق ان تقول ان هو ما بيبرق لكش، هو بيبرق لي، او مبرقة عموما. القصة يا جماعة ان الجثة كانت نسخة طبق الاصل من وحيد.
المفروض ان وهي في المشرحة حسب كلام ابو وحيد ان ملامحها كانت مش واضحة، لكن اللي قدامي دي نسخة طبق الاصل واضحة جدا من وحيد. اللي شاورت له جه بص، واول ما شافها اصيب بحالة من الذعر الرهيبة، فضل يقول: مين ده؟ مين ده؟ مين ده يا استاذ نادر؟ انا عايز اخرج، انا عايز اخرج، خرجني يا استاذ نادر. عنده حق. تخيل تدخل تربة تكشف عن جثة ميت تلاقيه انت. انا فضلت اقارن بينهم، حرفيا الاتنين زي ما بقول لحضراتكم نسخة طبق الاصل من بعض. حاولت اطمن وحيد وهديه وقلت له: اسمعني كويس، انت اتطلب منك تنزل، وانا اتقال لي ان انا لها، وجودنا احنا الاتنين هو حل اللغز. اصبر، هيبان كل حاجة، اصبر، والموضوع ابسط واقصر مما تتخيل. وانا بكلم وحيد كان بيحصل حاجة انا شايفها وهو مديها ظهره. الحاجة دي ان باب القبر كان بيتقفل بمنتهى الهدوء وكأن في شيء خفي بيقفله ومش عاوزنا نخرج تاني. ومع قفلة الباب وحيد أدرك ده وصرخ وجري يحاول يفتح الباب، لكن قلت له: خلاص خلاص يا وحيد، احنا ملناش خروج غير لما اللغز ينتهي. ما تحاولش، حاول توفر طاقتك، ولازم تعرف ان الشيء المسؤول عن اللي بيحصل هو دلوقتي اللي متحكم في اللعبة، واحنا في الملعب، وفي رسالة لازم توصل لنا هنفهمها، وبعدها هو هيبقى يسيبنا. لعبة ايه يا استاذ نادر؟ انت بتتكلم على كأنك في ماتش. ايوه، هي فعلا لعبة، ممكن انت خايف منها لكن اعتبرها لعبة. واللي بيحصل دلوقتي، ومش دلوقتي بس، كل التفاصيل اللي فاتت والحاجات اللي عمالة تحصل مؤشر إيجابي جدا إن إحنا ماشيين على الطريق الصح، وإن اللغز بيتحل. خليك جنبي يا أستاذ نادر، خليك جنبي بالله عليك. أنا جنبك، وأنا هروح فين؟ قعدنا إحنا الاتنين يا جماعة على الأرض، نورت الكشاف شوية وبدأت أسمع صوت ضحك من حوالينا. الحيطان بتتهز كأن في حاجة وراها عاوزاها تتكسر وتخرج لنا. حركت الكشاف على الحيطان، لقيت مرسوم عليها رموز ونجوم خماسية وأشكال بالدم. طلبت من وحيد يقرأ قرآن في سره، وأنا كمان عملت كده. وحيد كان متجمد من الرعب والخوف، كأنه اتنقل لعالم تاني، بس كان بيبص ورايا. وبصت وحيد أو أي حد ورايا وأنا بكلمه معناها إن في ورايا مصيبة بتحصل. بصيت ورايا، لقيت حد من الأموات قاعد، ظهره محني، شعره أبيض، حاطط كفن على كتفه. وحيد كان رعشته مخلياني جسمي بيتنفض. انا مش هقول ان انا شجيع السيمة ومش خايف، لا انا خايف يا جماعة، بس انا محتاج اركز بكل جوارحي علشان افهم ايه اللي بيحصل. لكن الميت اتكلم. الكلام ده ليا انا ادفع تمن ايه؟ ما ردش وما فهمتش مين اللي مطلوب يدفع التمن، وحيد ولا انا. لف في مكانه بدون ما يتحرك كأنه بينساب في الهواء، وبدأ الدم يغرق وشه، وبدأ يبتسم
برغم ان عينيه بتنزف دم بحور. وظهر من وراه كلب اسود ضخم، جلده زي المرقع، متشال منه اجزاء وباين لحم الكلب من تحت بعض الجلد. وكان ماسك السلسلة بتاعت الكلب ده الشخص اللي كان بيقول لازم ندفع الثمن، وإذا بيه مد إيده بالسلسلة اللي ماسكها ناحية الكلب وكأنه بيوجهه ناحيتنا. والكلب أخذ الإشارة وهجم علينا. بدأ بيا، بدأت أضرب وأدافع عن نفسي بأي شيء. هو ما كانش بيهاجم وحيد، فوحيد كان بيساعدني وبيحاول يبعد الكلب عني. الكلب كان بيعض إيدي وبيحاول يسحبني. استمر الموضوع واحنا تقريبا في معركة وسط المقبرة مع الكلب لحد ما انتهت ان الكلب تراجع فجأة زي ما هجم علينا فجأة. وبدأ يلف في المقبرة لحد ما راح عند ركن من أركان التربة واختفى. حسيت إن الهواء بتاع التربة اللي كان بيجيلنا من بره خلاص تلاشى لأن الباب اتقفل. حسيت ببرد رهيب في جسمي بقى يكتف من البرد. بدأت أفقد الوعي، نفسي بيعلى علشان أحاول أتنفس أكتر، بحاول أتحرك مش قادر. حاولت أحرك جسمي، دماغي خبطت في حاجة وكأنها على بعد أو ارتفاع سنتي أو أكتر فوقي. الحاجة دي كانت السقف. القبر بيضيق علينا، الحيطان بتقرب من بعضها، السقف بيوطى. وحيد بيزحف على الأرض قدامي، بيزحف وهو جوه كأنه أنبوبة وهو محبوس فيها وعمال يزحف جواها. والقبر بيضيق وأنا كمان بدأت أزحف على الأرض. بدأت أسمع عظم الميتين بيتكسر وأصوات صراخ رهيبة ملت التربة. الميتين بتصرخ، كل ما شوية نسمع جثة عظمها بيتكسر ومع تكسيرها صرخات بتصدر منها. الحيطان والسقف خلاص اتحكموا فينا وحبكوا علينا. الوضع كالتالي: أنا نايم على الأرض والسقف حرفيا فوق صدري، وأنا جوه مكان صغير مش قادر أتنفس. حاسس بإيدين بتحسس عليا لكني مش قادر. خلاص الخبطة اللي جاية والزنقة اللي جاية من الحيطان عظمي أنا اللي هيتكسر. نسيت وحيد وما بقتش أفكر في نفسي وأنا في آخر لحظات من عمري. وسمعت صرخة الوحيد وسمعت عظم بيتكسر، وكأن القبر قرر يموتنا واحد ورا التاني.
وقرر ان انا اللي احضر موت وحيد. يا رب يا رب يا رب، احقق اي حاجة كويسة عملتها يا رب، انقذني يا رب، انقذني يا رب. يا رب انا على قد ما بعمل ده علشان التعقيدات انا بحاول اساعد الناس يا رب، لك يا حبيبي كتلة يا رب، سامحني يا رب، وسامح اي تقصير مني يا رب. اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا على عهدك ووعدك ما استطعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وزي السحر الحيطان بدأت تروح يمين وشمال وتبعد، والسقف يرجع لمكانه، وتدريجيا القبر رجع تاني لوضعه الحقيقي. لكن قبل ما اتحرك ظهرت وطويط كتير، نفس الوطويط اللي حكي عنها أبو وحيد بأحجامها الضخمة وروسها الكبير، اللي تحس إنها مش روس وطويط أبدا، كأنها روس بني آدمين بتنهش وتاكل في جسمي ولحمي. في الوقت ده اكتشفت إن وحيد عايش، أيوة ما حصلوش حاجة، وبيحاول يبعد الوطويط عنه هو كمان بأي طريقة. كانت معركة صعبة عنيفة ضد كائنات مفترسة. قعدت قد ايه؟ ثواني، دقايق، ساعات، او حتى ايام، معرفش. فقدت احساسي بكل حاجة حواليا واحنا في المعركة دي. معركة خدت قد ما خدت، والوطويط بدأت هي كمان تتراجع. قمت بصعوبة شديدة، مسحت التراب من على وشي، هم هدومي، فهدومي كانت ما فيهاش حاجة سليمة. وحيد كان برضو هو الوحيد اللي سليم، لكن هدومه برضو زي حالاتي. بدأ يعيط ويستغيث ويولول زي الأطفال. حاولت أهديه، قلت له وحيد انت ما تعرفش سبب او شاكك في حاجة حصل بسببها كل ده؟ هعرف منين؟ السبب الوحيد ان انا بعتلك الرسالة، كان اعتقادي انك عندك الحل، او على الاقل هتقول لي السبب، مش تورطنا في اللي احنا فيه يا استاذ نادر. كلامه احرجني جدا، بصيت في الارض من الخجل وانا مش عارف اقول له ايه. فكرت شوية، حاولت استرجع كل الاحداث والتفاصيل. في حاجة مفقودة من وقت ما جيت، انا بسمع وبحاول اربط كل حاجة، بس في حاجة مفقودة، في رابط. في الوقت ده افتكرت وصف ابو وحيد للبيت اللي كانت ارواح قرايبه محبوسة فيه. وحيد، تعرف ان البيت اللي ابوك وصفه، البيت ده وصفه مش غريب عليا؟ ازاي يعني؟ هو في حد ما يعرفوش؟ في حد ما يعرفش البيت العظيم؟ عظيم مين؟ كذاب يا استاذ نادر. ايه؟ كذاب؟ انت بتقول ايه؟ فجأة وحيد فتح بقه على الاخر، وخرج من بقه دخان اسود كتير، زي ما يكون في حاجة بتحركه.
اتبدلت ملامح وحيد ببطء، اتغيرت واتبدلت علشان تجيب ملامح أكتر شخص بيكرهني وبكرهه في الكون، أكتر شخص لما بتسمعوا سيرته معرفش بتكونوا مبسوطين وفرحانين على إيه. أصلكم ما عملتهوش، أصلكم ما هزمتهوش، أصلكم مش متوقعين إن بعد الهزيمة اللي حصلت اللي فاتت ممكن يعمل فيا إيه. كذاب اللي بدأ يضحك ضحكات هستيرية وأنا دماغي مشلولة مش عارفة أربط أي حاجة ببعضها. والآن الجولة تنتهي لصالحي يا أستاذ نادر. فاكر يا أستاذ نادر لما اديتني درس في الأخلاق واديتني محاضرة كلام عبيط والناس عيطت والناس زعلت والناس صدقت؟ أنا كنت عاوز أضحك وقتها بس من غيظي يا أستاذ نادر سكت. أي نعم أنا خسرت الجولة دي منكرش، مقللش من نجاحك يا نادر. يا أخي هو أنت إيه؟ أنت ما بتزهقش؟ أنت ما فيش حد في حياتك غيري؟ ما أنا قلتها لك قبل كده، أنا عملك الأسود، عملك الأسود يا نادر. أنا اللي بخليك ما تفرحش بنجاحك، أنا اللي موتلك فكرة الكتابة والهيصة كدابة بتاعة المعرض. وبعدين يا أخي ده أنا سايبك يجي من 2 سنين تلعب وتصدق. هو ده الترحاب يا نادر بيك فودة؟ هو ده الترحاب بحبيبك؟ مش فاهم. والناس الغلابة دي وحيد وابوه وامه. وحيد ده شاب تايه من حياته، طفش من اهله، وانا لقيته ينفع خادم كويس جدا. مش هو تحديدا، لا 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 لا، قرينه ده قتلته. شوف ازاي، مش انا وحش يا نادر؟ قتلته يا حبيبي. واستدعيت قرينه قبل ما يموت وعرضت عليه صفقة انه بدل ما يموت معاه يكون خادم ليا باكتشاف جديد من اكتشافات ابويا اللي انت قتلته يا نادر. الجثة اللي مرمية قدامك دي جثته فعلا. القرين وافق. كنت انت بصراحة افضل حد اجرب فيه قدرات الخادم الجديد. والله وحشني يا نادر قوي. وجي وقت المشاهدة، جه الوقت اللي اشوفك واتفرج عليك وانت لايص ومحتاس والكل بيبص لك بصة الفاشل. اما ابو وحيد فزرعت له في عقله انك نذير شؤم عليهم. وايه الجديد يعني؟ عادي، واحد زيك ما تستبعدش عنه اي حاجة. لا 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 لا، الجديد هو طلسم الآثام. تعبتني يا نادر. بحق طيش وطيش، طيوش طيوش، عروش أمليخا يا معاشر الأبالسة والدهانشة والقفاطشة، يا زوابع يا عفاريت يا عمالقة، أيها الخواطفة، أسرعوا يا خدام هذه العزيمة، أجيبوا بحق جلجمون ابن إبليس وبحق اللعنة الأبدية والآثام الجهنمية الشيطانية. أقسمت عليكم بإبليس اللعين وبالحجر والقبور والدروب. ياش مراس مالوش. أجيبوا يا خدام طلسم الآثام وافعلوا ما آمركم به الآن. مطال باروخ جلجمون، اللعنة أبدية، آثام جهنمية، اللعنة أبدية، آثام جهنمية.
كان كل ما كساب يردد الطلسم أحس بحرارة نار في جسمي، وأصوات عذاب من كل حتة، أصوات جهنم، همس وصرخات. وهو خلص وكل حاجة سكتت. ده الجديد يا نادر، تسخير القارين يا نادر. طلسم خطير يا نادر، بخترق بيه عقول وأقارب وأصحاب الشخص الأصلي، وأصدر لهم اللي عاوزه من خلال الوطويط والذبذبات الحادة. الطلسم اللي اكتشفت فيه قدرات سحرية كاتبها أعظم العظماء، لقيتها في مذكراته. أبويا الوقاد اللي انت قتلته يا كلب. الجثة دي جثة وحيد، واللي رجع مين؟ القرين يا غبي. وأهل وحيد بقر بهايم زي اللي بيجولي دايما، هو زي اللي ببعتولك، ما هم بقر برضه. والميتين واللي بيتعذبوا كوابيس يا نادر بذبذبات الوطويط. يكونش ابو وحيد هو شيخ الطريقة يا نادر ولا ايه؟ وانت استفدت ايه من كل ده؟ لا، استفدت كتير قوي. انا هخليك تنزل عمل جديد يا نادر. وتبقى تشيلني منه. وزي ما غلبتني وهزمتني في الجولة اللي فاتت وفضلت يعني يسبحوا بحمدك وكأنك منزل، هتكتب اني هزمتك المرة دي، وان الجولة دي كانت بتاعتي، وان الكساب العظيم علم على نادر الفارس المؤمن التقي. مش انت مؤمن برضو يا نادر؟ انا مستني العمل الجديد، مستني التحقيق، ويا ريتك تسميه الغريق، لان انت دلوقتي غريق، وكل غريق بيحتاج ايه يا نادر؟ انت انا مش محتاج منك حاجة. لا، محتاج القشاية يا نادر. وكمان اختبرت طلسم الأسام ولقيت وايل، وما عنديش أغلى ولا أجمل ولا أحلى من النضورة أجربه معاه. والأجمل والألذ بكتير إني شفتك فاشل خسران، وده منتهى الانتصار. خلاص خلصت؟ عايز ايه؟ اقفل التربة وامشي. لا 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 لا، ما احنا اللي بينا يا نادر ما ينفعش فيه اقفل التربة وامشي. انا هسيبك ليهم بره، اهل البلد. اصل قرين وحيد راح لاهله وانا بتكلم معاك دلوقتي، وقال لهم انك اكتشف انك ورا كل المصايب، وان كلامه ابوه صح، وان هوسك بالصحافة يا نادر خلاك تجنده، وان الجثة اللي جوه القبر دي الجن من تسخيرك، وانك هتخلص عليهم واحد واحد. ولك ان تتخيل يا نادر، شوف القطيع بقى، كلمة توديه وكلمة تجيبه، بالظبط زي اللي بيسمعوك، وزي اللي انت بتبعت له القصص ومحسسه انه ياما هنا ياما هناك. مش كفاية بقى اختفاء يا نادر وتظهر بقى للناس، وكفاية حد زي ما بيقولوا كده يركب على نجاحك. انا مهما عملت فيك مش هيكون زي الرعاع اللي بره هيعملوا فيك. دول هيقطعوا لحمك حي، وهو ده المطلوب. سلام يا نادر، سلام يا عبقري، يا صحفي في جريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة.
احنا هنتقابل يا نادر في جولات تانية. هتسألني هو في جولات تانية بعد ما يقطعوا لحمك؟ اقولك لما تحس انك اتزنقت وخلاص هيخلصوا عليك، اتعلق بالقشاية يا نادر. كل اللي عليك تقول أقر بهزيمتي أمام كساب العظيم. وقتها يا نادر هتلاقي نفسك في بيتك على سريرك معزز مكرم، وكمان معاك تحقيق هايل، وهتسميه الغريق عشان تفضل فاكر فضيحتك ومصيبتك. كل ما التقرير ينجح والتحقيق ينجح أكتر وأكتر. ما تنساش يا نادر القشاية يا نادر، القشاية يا نادر، القشاية يا نادر، القشاية. ماشي كساب، واتفتح عليا باب الطرب، ودخل عليا أهل البلد. دخلوا زي المغول والتتار، مفيش تفكير، مفيش تفاهم، عمالين يشدوني قدام بعض، وكله بيقترح يموتوني ازاي، ومفيش حد فيهم عاقل بيحاول يخلصني. وقرين وحيد واقف من بعيد مبتسم وبيضحك، وماسك لي في ايده قشة وبيشاور لي عليها وبيهزها يمين وشمال، وكأنه بيقول لي خلص نفسك، هيموتوني. أنا أقر، أنا نادر فودة بهزيمتي في الجولة أمام كساب العظيم. أقر بهزيمتي أمام كساب العظيم. وانتهت الثلاثية، وانتهت بهزيمتي في هذه الجولة، وانتهت بانتصار الشر على الخير، لأن هذا هو حال الحياة. إنها معارك وجولات وأخفاق وانتصارات، ولكنني أعلنها أمام العامة أنني قد خسرت تلك المعركة. ربما أعود، وربما أكتفي بما قدمت خلال مشواري ولا أعود مرة أخرى. سامحوني إن كنت قد خذلتكم. كنت معكم في هذه الجولة الأخيرة نادر فودة، الصحفي السابق بجريدة عمق الحدث، باب ما وراء الطبيعة.